نذهب للحديث عن مباراة أخرى جرت هذا اليوم طبعا بين الجزائر والبحرين، واللي استطاع الفريق الجزائري أن يتغلب على البحرين ب5 أهداف مقابل هدف واحد. تمكن المنتخب الجزائري من تحقيق الفوز الكبير على البحرين ب5 أهداف في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة. افتتح رضوان بركات تسجيل المنتخب الجزائري في الدقيقة 24، وتمكن منتخب البحرين من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق مهدي عبد الجبار. وفي الدقيقة 30 أضاف منتخب الجزائر هدفه الثاني عن طريق عادل بوليبنة، كما سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ياسين بنزية في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وفي الشوط الثاني سجلت الجزائر هدفها الرابع عن طريق اللاعب رضوان بركات أو بركان في الدقيقة 48، بينما أضافت هدفها الخامس في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب عادل بولبينة. وبهذا الفوز رفع الجزائر رصيده إلى 4 نقاط، بينما غادر البطولة بشكل رسمي المنتخب البحريني. دكتور نزار، نتحدث عن هذه المباراة. نعم. يعني حقيقة نتيجة غريبة جدا، انه الانهيار يعني الغير منطقي لفريق البحرين غريب جدا، انه ما قدمه ويانا اعتقد يعني كان مستوى جيد يعني. نعم. ويعني بصعوبة فزنا عليهم، لكن في هذه المباراة انا استغرب ما جرى يعني من تراجع في الاداء وتراجع من المستوى، وحتى الرغبة يعني الرغبة بالفوز او الرغبة بالمنافسة. اعتقد خسارتهم ويا منتخبنا ارمت في ظلالها على تفكيرهم، وهم يعرفون جيدا انه لا يمكن يعني في داخلهم لا يمكن الفوز على الفريق الجزائري. وجهة نظري هذه، لانه عدم المحاولة وعدم القدرة وعدم يعني تحس بالفريق انه هناك يأس من ناحية النتيجة، وبالتالي 5 أهداف ليست قليلة يعني في مباراة، رغم انه الفريق الجزائري المباراة الأولى خرج بالتعادل امام الفريق السوداني، لكن اعتقد الوضع النفسي للاعبي الفريق البحريني تأثر كثيرا بالخسارة امام العراق، وبالتالي حل يعني وجدوا من الصعوبة مجاراة الفريق الجزائري، وذلك تعرف من تهبط الروح المعنوية لدى اللاعب ويصير هذا الدروب. اعتقد حتى الغي هدف كان ممكن 6 أو 7 صحيح. نعم. فنتيجة طبيعية اعتبر بالنسبة للجزائر، لكن النتيجة الغير طبيعية انه كثرة الاهداف، يعني الفارق يعني ممكن تنتهي المباراة 2-1، واحنا نشوف احنا يعني تسجيل اهداف كثيرة في البطولة. يعني اليوم سجل 13 هدف تقريبا، وخصوصا كان في الوقت المتاخر في نهايه المباراه. نعم بالضبط. نعم. فاعتقد انه النتيجه منطقيه في فوز الجزائر، ولكنها غير منطقيه بعدد الاهداف. نعم. كابتن حسن، يعني اليوم الفريق البحريني هم الفريقين ما كان الاداء مغلق للاسباب اللي صار بها 5 أهداف دكتور. نعم. لان كان اداء مفتوح، اللعب مفتوح، لهذا الفريقين هذول ياخذون 3 نقاط في سبيل انه يروحون للامام. نعم. لهذا الفريق البحريني فتح المباراة، وكان اليوم من فتح المباراة اليوم كان سيء دفاعيا، لان يعني الاخطاء اللي لاحظناها وشفناها بالفريق البحريني ما يعني اول مرة اشوفه بهذه الطريقة. فريق اثر على المنظومة كلها، الدفاع، عملية الدفاع وعملية يعني تمركز اللاعبين للخلف، والاهداف اللي صارت يعني كلها من العمق اكثرها، والاهداف اللي كانت يعني مصدرها تاتي من الاطراف تغطية كانت ضعيفة جدا. نعم. فلهذا الفريق البحريني ما كان اليوم يعني بيومه ابدا في عملية على الاقل يعني يشكل لك خطورة على فريق الجزائر. بالعكس فريق الجزائري كان هو اليوم بيلعب بشكل اريحي. الكرات اللي يعني استثمرها بالمناطق اللي حساسه اللي قدر يسجل من عندها اهداف. وعلى ذكر اللاعب اللي موجود هو عادل بولينا، لاعب ممتاز هذا، يعني سجل هدفين وصنع هدف ايضا لهذا الفريق. يشبه لاعب عراقي هو سابق اسمه حسن هلال اذا صحيح صحيح كوبي مالته احسن بالتجاره وبالنفط، صار هداف النفط. صحيح. لاعب للزوران، لاعب للزوران، وجه تحيه طبعا من اللاعبين الخلوقين جدا. نعم. فلهذا هذا اللاعب يعني كان اليوم هو يعني تقريبا يعني مستثمر الاوضاع اللي موجوده، الاخطاء بالدفاع هو مستثمرها بشكل جيد. نعم. واللاعبين اللي ايضا اوصلوا له الكرات
كانت يعني دقيقه جدا. لهذا تتوقع اقاله مدرب البحرين؟ نعم 100% بعد البطوله 100%. اني حقيقه يعني اتوقع اقاله مدرب دراغان، هو اسمه طبعا حتى دراغان ميثم تاليتش. يرتاح. دراغان تاليتش. اي تاليتش. اي اتوقع انه لن يبقى، لانه ضربتين في الراس توقع. خساره امام العراق وخساره اليوم بخماسيه كبيره امام البحرين. صحيح. دول ما يتفاهمون طبعا. لا هو عدنان حمد كان غالب وطلعوا. احد البرامج اللي كنت يمكن مستضيفين احد اللاعبين القدامى نعم. اللي يحل المباراه، قال هو نفس كلامه، يعني قال يعني اولا تغيير اللاعبين، بعض اللاعبين الكبار اعمارهم بال 30 سنه 34 سنه اعمار قسم من اللاعبين، فاراد بناء جديد. اللي متحدث اللي يتكلم هو اللاعب السابق، وايضا تغيير المدرب الكادر التدريبي. فلهذا السبب انا اعتقد هناك راح يكون تغيير. هم ما اعرف ليش يعني عافوا سوزا، يعني ما اعرف جاب لهم بطولات هي احيانا اختيارات تصير خاطئه. احنا مو جبنا كاس اسود. كابتن كريم صدام نتحدث عن هذه المباراه. اليوم انا شفت المباراه الحقيقه يعني كانت بيتفاوت بالمستوى بين فريق الجزائر والفريق البحريني. اكو علو كعب الكره الجزائريه. الهدف المبكر اللي يلغي لفريق البحرين له تاثير كان، لو يعني سجل بدون الاوفسايد لربما كان غير سيناريو المباراه بصوره عامه. بس الغاء الهدف احبط من معنويات اللاعبين، وكذلك المدرب. اذا شفتوا المدرب يعني عبر عن استيائه على هذا القرار. بعد ذلك الجزائر استفادوا من الدرس الماضي، انه يحاولون يسجلون هدف مبكر حتى يستقرون، حتى ما يصير عندهم مفاجاه اخرى، لان ما عندهم خيار اخر يعني حتى يبقون يترشحون ككره افريقيه بهذا الموضوع، ونجحوا. المشكله الفريق البحريني تنظيم الدفاع جدا سيء. يعني شوفوا الدليل، اكو سيناريو كوبي من الجانب تجي على اليسار سجلها، صحيح. 3 اهداف بنفس الطريقه سجلها. صحيح. يعني جولين. اذا هذا التنظيم الدفاعي وضعف رده فعل حارس المرمى. يعني كان الهدف الثالث يمكن كان يلحق عليه. صحيح. اذا كان اسرع سبرين نعم. كان ممكن يقطعها. كان بطيء يعني بس لا يدافع. بينما تروح تهاجم الكره المفروض انت كحارس مرمى تاخذ دورك الحقيقي بالدفاع عن هذا الموضوع. على العموم نفسيا انا احس الفريق البحرين ما كان متهيئ نفسيا قبل يتهيئ فنيا. لذلك شوف الاحباط عندهم صار يعني كانما بث المباراه يقول لك انا خلاص طلعت وشي يصير خليه يعني يصير. قصدك صار يأس بالضبط، يصير احباط داخل المباريات. يعني بحيث وهي حاله غريبه عند الفريق البحريني. اي بالضبط. دائما الفريق البحريني دائما عنيد. بالضبط صح. نعم. بس تسجيل اهداف كابتن يعني عزز اللي نفسيتهم. يعني شلون نقول قضى على نفسيتهم المتوهج. حتى المعالجات ما صارت كابتن كريم. هو ما قدر ماكو معالجات. يعني هسه الان قلت الهدفين نفس الطريقه ونفس الاسلوب. صح. ما سوى لها معالجات ابدا. مو هي نواه التنظيم الدفاعي كابتن. شوف هي من اكبر الاخطاء من يلعب الفريق على خط واحد. من تلعب على خط واحد بسهوله تنضرب مالتك الاوفسايد، كره جانبيه سبق المدافع. مثل ما قال كابتن حسن هم اعمارهم كبيره ترى، يعني الان حتى القدره على التغيير او القدره على ما عندهم يعني كبار حتى خيارات مدرب صحيح. اي يعني دكتور رياض، بالنسبه للمباراه الشوط الاول تختلف عن الشوط الثاني. الشوط الاول انا بوجهه نظري البحرين ما كان سيء. الشوط الاول في بدايه 15 دقيقه دخل البدايه ونقول انه الان الفرق متى تلعب بشوطين نعم متوازيين. اي نعم، هذا ردا على كلامي اني. نعم. صحيح. الشوط الاول بدايه كان قويه للبحرين وسجل وتم الغائه مثل ما قال. بعدين سجل منتخب الجزائر، اعاد البحرين بعد 3 دقائق سجل هدف الجزائر. فكانت هناك هي ب5 دقائق صار تحول. هي المباراه في الشوط الاول كانت حلوه، يعني كانت متحولات هواي سريعه. لكن اللي تفضل هنا النقطه كلش مهمه اللي كابتن حسن قال. بعض على كريم وتقول حسن. اي مو اكو صار ربط بالموضوع. لا مو حدد لي حتى ثانيه. لا كابتن لا مو راح ارجع للكابتن حسن واقول لك ليش اشرت على الكابتن كريم. ليش؟ قال في احد القنوات قال اللاعبين الكبار. بالمناسبه ايمن ووليد وسيد ضياء وكميل وعلي مدن ومهدي ومحمد الرماحي جميعهم فوق ال 33 سنه. صحيح. هذا واحده. اثنين تفضل بالتغيير بالمدرب ضروري جدا. ليش؟ بعد كأس الخليج. اي بعد كأس الخليج. نعم. انا كنت مطلع على الكره البحرينيه يعني عندي صديق هناك دائما يعني. بعد كأس الخليج اخذوا كأس الخليج عندهم مباراتين بتصفيات كأس العالم، خسروا مع الصين ومع اندونيسيا. بعد كأس الخليج. بعد كأس الخليج. نعم.
بعدها خسروا ويا السعوديه وخسروا ويا سوزف مدرب لا هو المدرب هذا تالش هذا نفسه نفسه اقول لك بعد كاس الخليج. نعم هذا تالش قصدك حتى على تجريبيه بتصفيات كاس العالم صارت الخسارات. انا ليش اقول صار عنده احباط؟ تفضل ليش قلت لي شنو الربط؟ كثره الخسائر ولدت اللاعبين انه كل مباراه يخسر، صارت ثقافه مستمره، فبالتالي تباوع المسيره من كاس الخليج لحد الان يمكن 8 مباريات 8 خسائر. ففقدت الثقه بين اللاعبين والمدربين، زائدا الى هو التالش، هو من النوع احنا شفناه في المؤتمر الصحفي ممكن اي واحد ينرفزه بسهوله. لا هو ينرفز بالمؤتمر الصحفي كان غير طبيعي يعني. بالاضافه الى تحس عدم تقبل اللاعبين للمدرب بالمناسبه بسبب سياسته العنيفه اللي تفضل به نفس اليوم اللي تفضل به كابتن. انا شفت يمكن برنامج الكأس تفضل بكلام قال سياسته اللي خلوا بعض اللاعبين ما يتوددون مع المدرب، ما كانت هناك حوار بيناتهم. فبالتالي انا اقول البحرين يحتاج الى تغيير. البحرين على هذا المنتخب يحتاج الى تغيير مدرب وتغيير لاعبين. شلون الونسو الرياليين ما يردوا نهايه لا مو هذا نهايه جيل يعني 7 لاعبين اعمار فوق 33. كاس العرب لا تعني شيء بالنسبه للبحرين، هو كاس عالم. مو هي اهم شيء الاستمرار بالخساره تولد احباط اللي تفضل به كابتن كريم، وهي مشكله كبيره. يعني هسه بس قول لي لا فبالتالي انا اقول المدرب ومكلبين بيه. فبالتالي اليوم الجزائر المفروض ورا كاس العالم نتائج سلبيه اقول له في مال له خسروا حتى مع الصين مثلنا شلون قلنا 6 فرق. شوف دكتور محمد 6 فرق هم اخذوا السادس بتصفيات كاس العالم. شو اسمه هو؟ كاساس اي والله يعني كان متصدر. دكتور محمد فريق ياخذ كاس الخليج يروح بتصفيات كاس العالم يحصل على المركز السادس. نعم حتى المركز السادس حتى مو الخامس. الصين غلبه. فبالتالي انا اقول اليوم النتيجه منطقيه جدا. نعم. لان اول شيء الجزائر ترى ما كان سيء مع السودان، لكن الطرد هو اللي عمل فارق. فبالتالي كل مباراه له ظروفها. اعتقد اليوم البحرين طمعوا من الجزائر انه رادوا ياخذوا النقطه، لكن ما عرفوا القيمه الفنيه لمنتخب الجزائر. واعتقد منتخب الجزائر فريق هو اليوم ترى الكابتن مالهم دكتور الكابتن مالهم اليوم سوى بعد المباراه سووا لقاء قال جوده اللاعبين يعني اللاعب اللي عنده قال قيمه وجوده اللاعبين اللي عند الجزائر افضل من عندنا. صح اكيد هذا واقع حال يعني الجزائر كره القدم يعني مكمره بكاس العالم والبحرين كمره بكاس العالم. ولهذا اكو ظروف بالمباريات قاعد تحدث هي اللي تغير نتيجه المباراه، لكن هي مو القيمه الحقيقيه للفريق. بس اكو نقطه بس اريد يعني ارجع عليها. اليوم كره القدم نتيجه تقدم التدريب والتقنيه. وهكذا شفنا كلام كبير من الإعلام العراقي لاستعداده لمباراة الغد مع المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري فاز على منتخب البحرين بنتيجة 5-1، بينما المنتخب العراقي فاز في ضد البحرين بنتيجة 2-0 فقط، يعني نجاعة هجومية أكبر للمنتخب الجزائري. بينما في الجهة الأخرى المنتخب العراقي فاز على السودان التي لم تستطع الجزائر الفوز عليها، وانتهت مباراتهم 0-0 مجموعة أو في الجولة الأولى. بينما الجولة الثانية انهت الجزائر المباراة 5-1 ضد البحرين، والترتيب كان أن العراق حاليا في المرتبة الأولى في الصدارة ب6 نقاط، بينما الأهداف كانت 4 تسجيل وهدف مستقبل، يعني فارق 3 أهداف. الجزائر في المرتبة الثانية ب4 نقاط، سجلت 5 أهداف استقبلت هدف، يعني بفارق يعني 4 أهداف يعني زائد 4. الأردن المرتبة الثالثة أو في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط، عندها تقريبا هدفين واستقبلت 7 أهداف. السودان في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة فقط من مباراة الجزائر، استقبلت هدفين ولم تسجل أي هدف إلى الآن في الدورة. مباراة غدا ستكون مباراة حسم الصدارة بين الجزائر ومنتخب العراق. هذه المباراة ستكون منقولة على الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة وما جاورها من التوقيت، بينما ستكون على الساعة 6 بتوقيت الجزائر. وطبعا نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري، وخلينا نقول أنه المباراة يعني على الصدارة وليست على التأهل، لأنه التأهل بنسبة كبيرة أنه ضمن للفريقين، وسوف يكون مثل ما قلت لكم صاحب المرتبة الأولى سيواجه أحد المنتخبات بين الكويت الإمارات مصر،
المرتبة الثانية سيواجه مباشرة منتخب الأردن.